السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ازيكم يا حبايبي، عاملين إيه؟ وحشتونا. النهاردة إن شاء الله هعلمكم بمناسبة بقى دخول شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين. عمايل كيس الحلواني اللي انتي بتشتريه من السوبر ماركت، اللي هو استعمال واحد ده وبيترمي. علشان لو هتحشي بيه القطايف كريمة، او هتحشي يعني الفطاير جبن او كده، او الاكلير والحاجات دي. فان شاء الله هعلمك ازاي تعمليه، سهل وجميل، وما بتحتاجيش تشتريه بفلوس كتير، لان انا شفته هنا في السوبر ماركت وكان سعره غالي، ويعني ما كانش سعره لطيف خالص. فان شاء الله هنتعلم دلوقتي هنعمل ايه. عندنا الكيس ده، علشان حبايبي اللي كانوا بيسالوني الملوخيه بيقولوا لي انت دي اكياس مخصوصه، دي ما بتتقطعش. والله ابدا، مش اكياس مخصوصه ولا حاجه، اكياس عاديه خالص اهي. ده شكلها اللي هي بتاعه بنجيبها عشان نخزن فيها الخضار واللحم، موجوده اعتقد في كل مكان، فان شاء الله تسالوا عليها وهتلاقوها. تكون عندك حاجه ما تعمليش على القطاعه البلاستيك، يعني حاجه زي كده ستانلس، علشان خاطر ما تعمليش على حاجه بلاستيك تسيح منك. احنا عايزين نعمل ايه؟ الكيس كده من النص عايزين نطبقه بالشكل ده. نحطه هنا عشان يبان. هنطبقه بالشكل ده بحيث نعمل مثلثين، يعني هتاخدي من الطرف هنا للطرف التاني بالشكل ده. انا حاطه سكينه على النار تسخن. هوريكم دلوقتي ان شاء الله هنعمل فيها ايه. دي السكينة سخنة جدا، مخصصة للموضوع ده، علشان لما احتاج الاكياس دي اعملها. وهنيجي من عند طرف، نمشي على الخط اللي احنا محددين بالشكل ده. هنعمل واحد كمان وفي الاخر نوريكم النتيجة اهو. تاني الطرف ده للطرف ده كده مثلث، علشان تحددي الخط بتاعك بالظبط، تمشي عليه بالسكينة تقريبا بالشكل ده اهو. بالشكل ده. كيس لزق مش مهم. بصي بقى يا ست الكل، ايه اللي بقى معانا دلوقتي؟ بقى معانا كيس الحلواني مقفول وزي الفل. كل اللي هتعمليه ان انتي تقصي كده مكان البلبله، وهتجيبي البلبله بتاعتك تدخليها كده في الكيس، ويبقى الكيس عندك اهو جاهز وزي الفل للاستعمال. هنشوف التاني. ده اللي انا كنت عاملاه اهو بالشكل ده. ممكن انتي على حسب الحاجة اللي هتعمليها بقى، عايزة تقصيه قليل، البلبلة كبيرة صغيرة، على حسب الاستعمال. طبعا هنا في طرف مقفول مطرح الناحية التانية ما الكيس كان بيبقى مبرشم. هتفتحيه كده بالمقص وتدخلي، سوري نزلت بالمقلوب اهو، عشان صغيرة بس مجننانا شوية. يلا اهي. وبقى عندك اكياس زي اللي بتتباع في السوبر ماركت بالظبط، مقفولة اهي زي الفل اهي. وهنا نفس الموضوع، دي الناحية اللي مقفولة بتاعت الكيس، هتقصيها برضو كده
وتستعملي بصي كمان حته اهو، وتستعملي الكيس بتاعك عادي جدا مقفول اهو. السكينه علشان كانت سخنه قفلت لنا، قصت لنا الكيس على شكل مثلث، وفي نفس الوقت قفلت لنا الجزء اللي احنا هنحتاجه علشان يبقى كيس حلواني. كده بقى عندي مجموعة اكياس حلواني بسعر زهيد جدا، وفي اي وقت احتاجها اعمل بيها اللي انا عايزاه. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، وان شاء الله تنفذوها علشان تعملوا بقى الحاجات الحلوة بتاعت رمضان كده والعزومات. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله يا رب الفكرة تعجبكم ويا رب تفيدكم ان شاء الله بإذن الله. وصلوا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليهم جميعا. ومع ألف سلامة، هتوحشونا. ما تنسوش سكينة مخصوصة للموضوع ده وتكون سخنة كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.